مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو الاستثنائي، حيث سنأخذكم في جولة مثيرة لاستكشاف أغرب وأغرب الرياضات التي ربما لم تسمعوا عنها من قبل. إذا كنت تعتقد أن كرة القدم أو السلة هي ذروة الحماسة، فاستعدوا لتحطم هذه الفكرة بفضل هذه الرياضات الفريدة. فلننطلق، نبدأ رحلتنا من قلب فنلندا، حيث تقام بطولة غريبة تعرف باسم حمل الزوجات. في هذه الرياضة يتسابق الرجال عبر مضمار مليء بالعقبات حاملين زوجاتهم على ظهورهم. التحدي ليس فقط في تخطي المياه والطين، بل أيضا في الحفاظ على التوازن والسرعة، والجائزة وزن الزوجة في البيرة. الأمر أشبه بسباق كوميدي مليء بالإثارة. ثم ننتقل إلى الريف الإنجليزي الجميل، حيث تقام واحدة من أكثر الرياضات جنونا على الإطلاق، كرة الجبن المتدحرج. تخيلوا جبنة ضخمة يتم دحرجتها من أعلى تل، وعشرات المشاركين يهرولون خلفها عبر منحدرات خطرة. الفوز هنا يتطلب شجاعة هائلة وقدرة على تحمل السقوط المتكرر. إنها رياضة تجمع بين الشغف والجنون. في اليابان الابتكار لا حدود له، ورياضة بوسو ساومو خير مثال على ذلك. إنها مزيج بين المصارعة اليابانية التقليدية والكوميديا. يرتدي المصارعون أزياء فكاهية ويخوضون معارك هدفها دفع الخصم خارج الحلبة. الأجواء ممتعة للغاية، والجمهور يستمتع بمزيج من المهارة والضحك. أما في أستراليا فنجد رياضة سباق قصب السكر. تقام هذه المنافسة في المزارع، حيث يدفع المتسابقون عربات مليئة بقصب السكر عبر مسارات مليئة بالطين والعقبات. التحدي يتطلب مزيجا من القوة البدنية والتخطيط الاستراتيجي. والآن إلى رياضة تحتاج إلى مزيج مدهش من الذكاء والقوة، الشطرنج الملاكمة. في هذه الرياضة الغريبة يتناوب اللاعبون بين جولات شطرنج استراتيجية ومباريات ملاكمة بدنية. التحدي هنا يكمن في الحفاظ على التركيز العقلي بعد جولات مكثفة من الملاكمة. الفوز قد يكون بضربة قاضية أو بكش ملك، مما يجعلها تجربة مذهلة. وأخيراً دعونا نصل إلى الولايات المتحدة، حيث تقام رياضة سباق التوابيت. نعم، كما سمعتم، فرق متعددة تتسابق عبر مسارات مليئة بالعقبات، حاملة توابيت مزودة بعجلات ومزينة بطرق مبتكرة. الأجواء مليئة بالمرح، وهي جزء من احتفالات محلية تضج بالابتكار. كانت هذه جولتنا مع أغرب الرياضات على وجه الأرض. هل أدهشتك إحداها؟ أي منها ترغب في تجربته؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات الممتعة والمثيرة. نراكم قريبا في مغامرة جديدة.